اهلا بحضراتكم من جديد. بصراحه انا ما كنت عارف ان الكاميرا تصور. انا ما اعرف. استنى، انت كنت قاعد هنا بتعمل ايه؟ سعد. نعم، انت كنت قاعد هنا على الارض بتعمل ايه؟ صراحه توتر كبير. سعد. بصراحه فرحه كبيره بصراحه يا كابتن محمد. ايوه، لا فرحه ما انا قلت لك كبيرة. طبعا. يعني انا بصراحه دخلت الاستوديو متوتر. وانت عارف يا كابتن محمد، انت عارف صح؟ ايوه، لان المنتخب المصري يوتر الجميع صراحه. يعني كأنه منتخب بلادي يلعب في هذا اللقاء. انا قلت لك ما مصر بتلعب كأن كل الدول العربيه بتلعب، ودي برضو ميزه ان مصر داخله قلوب الجميع، مش في الكوره بس، في كل المجالات. فدي زي ما قلت ده قدر الكبير. فاعتقد ان ده النجاح الكبير للولاد، وانا عاجبني الهدوء اللي بيتعاملوا بيه صراحه. يعني هيثم ما شاء الله عليه دخل الماتش كانه بيلعب قبل كده الثلاث ماتشات. اكتشاف وهدوء اعصاب مش اكتشاف، هو الناس، هو حسام عارف كل المجموعه، فهو كل شايف ان دي المباراه المناسبه ان هو يلعب فاداله. هو كان يتمنى يلعب في اللقاءات الماضيه. اي لعيب كوره يتمنى ان هو يلعب، بس الجدعنه ان انت ما تبينش التعب او الحزن اللي انت ما بتلعبش، لان انت في وسط مجموعه. فالمجموعه حلوه، الكيمياء ما بين المجموعه حلوه، الولاد بيهزروا مع بعض ومبسوطين مع بعض، فاهم؟ واحنا عندنا دمنا خفيف. المعسكرات الطويله كل ما طول المعسكر كل ما اللعيبه تحب بعض اكتر، ده ميزه عندنا. لكن يقال في المعسكرات تحدث المشاكل كل ما طال المعسكر في بعض الانديه والمنتخبات. الحمد لله عندنا لا. احنا مع اللمه روحنا بالعاليه بتعلى اكتر، والحب ما بيننا يزيد، لان زي ما قلت لك احنا دمنا خفيف. اللعيبه دي دمها خفيف، في لعيبه اصحاب نكت، فاهم؟ في لعيبه ما تحبش ان انت تسيبها في المعسكرات. فالجو ده هو اللي احنا بنشوفه، ده الجو اللي عامل الحاله الروح المعنويه العاليه. اللعيبه تغطي على عيوب بعض، التكالنج اللي بص حد غلط يلا معي ولا يهمك. فدي الروح اللي احنا بنقول عليها. مع الروح الكبيره العاليه دي في تنظيم، في تكتيك، الكره فنيات وروح. فحسام قدر انه يخلق بالمجموعه تنافس كبير. النهارده يشكر الجهاز الطبي ان تجهيز المصابين، تجهيز صلاح دي عمليه مش سهله، ولعب لعب ال 120 دقيقه، فيحسب ليهم التجهيز. عمليه الريكفري تحسب ليهم، لانها زي ما قلت لعبنا 4 ماتشات باسلوب بدني كبير واللعيبه جريت كتير. دعونا نعيش هذه الاجواء بعد انتصار المنتخب المصري في الملعب.